السلام عليكم، يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة. بحبكم كتير يا احلى عيلة في الدنيا واحلى اخوات. هعمل معاكم بقى روتين النهاردة. بصوا، هو الفيديو كان طويل قوي بس انا اختصرت لكم، قسمت لكم الفيديو على جزئين. هيبقى فيديو النهاردة والفيديو التاني بكرة ان شاء الله بقية الروتين. بس الروتين حلو قوي النهاردة هيعجبكم. هعمل معاكم النهاردة روتين الغسيل وبكرة هكمل لكم بقى الروتين فيه مفاجآت حلوة قوي وروتين حلو قوي هيعجبكم. بنت سوسو هي اللي بتصورني بقى وشايفين انا واقفه ازاي، يعني بقول لها بقى ايه يا سوسو صوري كويس ومش عارفه ايه، انتوا عارفين بقى سوسو. آم، معلش انا بقالي اسبوع غايبه عنكم لان انا بصوا نفسيا مش في احسن حاجه، فانا مش بحب اطلع لكم الا وانا اكون في احسن حالاتي، يعني زي ما انتم متعودين معايا ان انا بقى بديكوا طاقه ايجابيه كده واديكوا طاقه حب وحاجات حلوة كده. فرب ربنا يهون علينا اللي احنا فيه ويروق لنا حالنا كده يا رب، ويروق لنا بالنا ويصلح لنا الأحوال. اللهم أمين يا رب العالمين، ويبعد عننا أي حد باصص لنا في حياتنا يعني. فالأيام اللي فاتت أنا بصراحة أنا كنت تعبانة، يعني بقوم من حاجة اتحط في حاجة، كنت تعبانة تعب جامد بجد والله. فبعدين فضلت ساكتة على نفسي بقى يومين كده، ولما التعب زاد عليا خالص وما قدرتش ان انا استحمل قمت رايحة كاشفة. فلقيت عندي بقى ايه بعيد عنكم يعني، لقيت عندي بقى التهاب في القولون والتهاب في المعدة والتهاب في الاثنى عشر. فالدكتور بيقول لي وبس، قلت له بس ولسه ايه تاني يا دكتور؟ فاخدت العلاج، بقالي اسبوع باخد في العلاج، فالحمد لله يعني ايه بقيت كويسة شوية. قام جاي بقى ايه صبعي كبير بتاع رجلي يا ولاد، بلبس شبشب، جايبه شبشب اللي هو الصابون مقفول من قدام ده، بلبسه في العياده في الشتاء عشان يدفي رجله وكده. فهو اول مره البسه، فيدوب بس سلخ رجلي سلخه صغننه من الجلد كده. ولا زياد الشراط بتاعه والفانيلات والبناطيل كلها بسم الله ما شاء الله كانت وسخه. وقال لي ماما بصي ما عدتش لاقي حاجه البسها والله يا ماما، عشان انا كنت تعبانه بقالي اسبوع. فانا شايفين مزهره له هدومه ازاي وبحبه كده وبهتم بيه، ربنا يحميه ويبارك فيه ويهديه يا رب اللهم امين. المهم بقى ايه، فصبعي يعني كانت حاجه ما تستاهلش خالص في صبعي، فقلب معايا بصبعي بقى إيه عمل بقى زي حاجة زي خراج كده وصديد ومش عارفة ايه وفضلت برضك ساكتة عليه كام يوم لغاية ما بقتش قادرة اصلا امشي على رجلي خالص. فقمت جايبة مرهم، بعت زياد جاب لي مرهم النهاردة ودهنت منه بقى. ادعولي بقى ان ربنا يخفف عني ويشفيني كده. مش عارفة والله، انا بقوم من حاجة نحط في حاجة ليه مش عارفة. الناس حطاني في دماغها او بصالي او ده مش عارفة، الله اعلم. انا مش بأمن بالحاجات دي، يعني ان حد يبص في حد او حد يأذي حد. يعني انا قلبي طيب وقلبي نظيف ومش بحب اشتل في نفسي من حد، فاكيد محدش يعني هيبقى حاططني في دماغه انه يضرني او يتمنى لي الشر، يعني مش عارفة. ده ابتلاءات من عند ربنا، ربنا بس يجعله في ميزان حسناتنا ويخفف عننا ذنوبنا كده ويرحمنا برحمته يا رب اللهم امين. فكان عندي بقى الغسيل زي ما بقول لكم، كان عندي بقى كتير بقى لي اسبوع ما غسلتش. فقمت قايله بقى ايه، قمت قايمه من بدري وقمت غسل. قلت اول حاجه ابدا بها الاول الغسيل، علشان يوم الجمعه انت عارفين اليوم بيبقى قصير وبيضيع بقى في الصلاه وكده ومش عارفه ايه وبنقعد بقى فقلت ابدا بالغسيل الاول علشان ابدا بقى اروق للشقه كده وافضلها بقى واطبخ بروقان ومزاج. انتوا عارفين بقى ربنا يروق لي حالي يا رب ويروق لكم حالكم ويروق لنا بالنا جميعا اللهم امين. إيه لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو بقى دعم منكم ليا، تشجعوني ان انا اطلع لكم كل يوم بقى بفيديو واطلع لكم لايف. سيبوا لي تعليقات كتير تحت الفيديو، امانه عليكم تحطوا لايك تحت الفيديو، لان بصراحه انا بيجيلي اوقات كده اقول بقى خلاص ما كنتش هكمل بقى في القناه وانا تعبت ولسه لحد دلوقتي ما اخدتش منها ربح، فمايش مستاهله بقى ان انا اقعد اصور واتعب في نفسي واتعب في اعصابي وارجع منتج وارجع احمل بقى الفيديو واسحب نت ومش عارفه ايه كل والله العظيم كل ده تعب من فيديو مش بيتنشر كده بالساهل.
فعلشان انتوا بقى عشان تشجعوني ان انا استمر بقى، لو انتوا بتحبوني يعني المشاهدات بقى تترفع، وحطوا لايك للفيديو وسيبولي تعليقات كتير تحت الفيديو. بحبكم كتير كتير يا احلى عيله في الدنيا واحلى اخوات بجد والله. ربنا يا رب يسعدكم كده ويروق لكم حالكم وبالكم، اللهم امين. البت سوسو طبعا صباعها محطوط على الشاشه من اول التصوير ما علينا. رحت بقى امبارح وانا جايه بقى من الشغل بقى، عديت على السوق كده وانا جايه، جبت بقى كرومبيتين حلوين، وجبت بتنجان، وجبت بصل. البصل يا ولاد ب40 جنيه، حاجه بجد صعبه والله العظيم، يعني حاجه يعني مش عارفه اقول ايه والله، يعني اقول ايه، بس اقول ايه. الدنيا بقت بتشرح نفسها بصراحة، مش محتاجة ان احنا نقول احنا هنصوت بس هنمشي نصوت ونلطم في الشوارع من غلو الاسعار والله. المهم جبت بصل وجبت بتنجان وجبت كرومبيتين وجبت ربطين شبت كزبرة كده، علشان بقى هنعمل محشي مع بعض بقى، والروتين بتاعنا بصوا مليان طاقة ايجابية فوق ما تتخيلوا. شوف الفيديو للاخر هتلاقي مفاجآت كتير. المهم بقى ايه، وجبت ربطة سبانخ برضو، العيال لسه ما كانوش كلوا السبانخ السنة دي، فقمت قايلة بقى ايه اما اجيب لهم ربطة سبانخ بقى. الخضار الايام دي حلو قوي في السوق. إيه خضار الشتاء يعني بيبقى حلو بقى، الخضار الجرجير والفجل والبصل والخس بقى اللي انا بموت فيه وبعشقه، والشبت والكزبرة. الخضرة بتبقى حلوة قوي في الشتاء وحلوة الايام دي ورخيصة يعني. جبت ربطة السبانخ ب5 جنيه، وربطة الشبت على الكزبرة كده ب5 جنيه برضو. هو ده الحاجة الوحيدة اللي رخيصة في السوق يعني. وجبت للعيال بطاطا، كان نفسهم ياكلوا بطاطا برضو، عملها معاكم في الفيديو حلوة قوي، طريقة حلوة قوي هتعجبكم. وطلعت بسم الله ما شاء الله جميلة. بجيب يعني من كل حاجة حاجة كده، احنا بنمشي نفسنا بس. لان بصراحة الدنيا بقت صعبة اوي، الدنيا بقت غالية والله. يا رب بس الهدوم بتاعت زياد الفانيلا والشورت بتاعه يلحقوا ينشفوا، عشان محتاجهم يصلي فيهم الجمعة. زياد بسم الله ما شاء الله ممكن يقلع لي غيارين 3 في اليوم عادي، ما عندوش فكرة، يخرج يروح يلعب كورة ويجي يغير الطقم كامل. واغسلي يا ماما، اغسلي يا ماما. ماما والله زهقت بقى. القمر الغزال ده يقف كده يغسل وينشر بس البت لقاء بصراحة يا اولاد بطل اليوم النهاردة، عملت معايا وساعدتني ومعايا طول النهار في المطبخ. اه والله لما جت يا قلب امها على اخر النهار بعد ما اكلنا بقى، قالت لي يا ماما انا بردانه من كتر البرد اللي انا فيه، مش حاسه برجلي، عشان يعني طول النهار اضافه الميه وكده، فبردانه بقى جسمها شارب برد وسقوعيه. فقمت بعد ما اتعشت بقى، فقمت قايله لها اتغطي بقى، اطلعي على سريرك واتغطي، وخدي بقى التابلت بتاعك في حضنك كده، واقعدي بقى على النت براحتك علشان تدفي بقى يا قلب ماما. ربنا يا رب يسعدهم كده ويبارك لي فيهم ويخليهم يا رب. سوسو عامله لي مخرجه عماله بتشور شايفين الكحه؟ على فكره لما بتكون نفسيتي تعبانه الكحه بتملكني، الكحه اللي عندي دي حاجه نفسيه والله يا ولاد، مش عارفه ليه. فبقول لكم بقى انا مش في احسن حالاتي، فعشان كده انا بقالي اسبوع ما طلعتلكوش فيديوهات. ما طلعتلكوش، ما نشرتلكوش فيديوهات. فدعموا بقى الفيديو بلايك وسيبوا لي تعليقات كتير تحت الفيديو يا متدلعين انتوا يا حلوين. الرقم بتاعي يا ولاد في الانتساب، اللي بيكتبوا لي في التعليقات وعايزين الرقم للتواصل ودعم القناة، الرقم بتاعي في الانتساب المستوى الثالث. محتارة انشر بلوزة البت لقاء فين والله. الجو الايام دي بالنهار حلو قوي يا ولاد والله. لسه بقى هيجيلنا البرد ده، احنا كده وبردانين، امال بقى اما البرد بيدخل علينا بقى هنعمل ايه؟ هنتقوقع على العيال والله. احبكم كتير كتير يا احلى عيله في الدنيا واحلى اخوات حبايب قلب زوز انتوا. ربنا يا رب يديم المحبه بينا كده، وهشوف بقى الجدعنه بتاعتكم والشطاره بتاعتكم كده وحبكم ليا في التعليقات الكتير واللايك تحت الفيديو.
واستنوا بقى الفيديو الجاي بقى، بصوا قنبلة. الفيديو الجاي بقى روتين وطاقة ايجابية كده وحاجات حلوة، هنطبخ مع بعض حاجات. السلام عليكم.